عارف اكتر حد ممكن تحتقره في حياتك؟ مش الشخص الغلطان، لا، ده الشخص اللي بيشوف الحق وبيدوس عليه عشان القرش. للاسف كلمة اكل العيش بقت شماعة بيتعلق عليها كل انواع الظلم والباطل. اصل المصالح بتتصالح، اصل دي سياسة الشغل، حاجة فارغة عشان يبرروا لنفسهم ان هم يطبلوا للباطل او يظلموا غيرهم عشان مصلحة مزيفة. بس الصدمة هنا ايه؟ انهم فاكرين ان هم اذكياء ومفكرين ان هم بيضحكوا على الناس، وهم في الحقيقة بيضحكوا على نفسهم وبس. ربنا سبحانه وتعالى لا يخدع. انت ممكن تخدع مديرك، تخدع زميلك، بس اكل العيش اللي بيجي بالباطل والحرام عمره ما فيه بركة. والناس اللي بتدعي التدين وتعاملاتهم كلها ظلم هم اللي بيخسروا في الاخر، لان الدنيا دوارة ومصير المصلحة المزيفة دي تتقلب عليهم. فخدها قاعدة مننا كده: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يفتنه. دي مش مجرد نصيحة، دي دستور حياة. الناس ولاد الاصول اللي بيراعوا ربنا في تعاملاتهم بقى عملة نادرة. فلو انت واحد منهم اثبت، لانك في الاخر انت اللي هتكسب راحة البال. وركز في ورقتك وبس كده. سلام.